تخرجك من شعورك، التلاتة تخليك تمشي في الشارع، التلاتة ما تخليك تنام. عشان كده انا صورت الفيديو النهاردة بالليل برضو، مش قادر اصدق اللي حصل يا جدعان. والتلاتة انا مش بتكلم عن تلاتة ارسنال، انا بتكلم عن التلاتة دول. كابتن ساكا ضحكوا اللي انا معرفش معتبره ابني ليه، كابتن ماكدونالدز، كابتن ميتو حنكشة، التلاتة اللي هم نجوم الفرقتين، لا عملوا اسيست ولا عملوا جون ولا شربوا عصير برتقان. حاجه في منتهى العبث. اظبطوا لي لايكات السبسكرايب، الشير لاصحابكم، انتم مظبطيني اخر فتره فشكرا جدا، ويعني خليكم كده على الفورمه العاليه دي. يلا بقى نتكلم عن اليوم التاني والجزء التاني من الصياح الجوله دي. واليوم ده بقى مليان صياح، يعني عارف مليان صياح على الاخر. نبدا بالسيتي، وانا قلت لك يعني ده انا اتفاجئت اصلا ان هالاند النهارده لعب اساسي، خرج واتبدل بس يعني ها جاب جون، جاب جون يتيم. وانا عشان كده انا ما كنتش معتبره كابتن خطير، لانه حرفيا هو طول الماتش ما فيش اي حاجه خطيره غير الجون اللي هو جابه. جوندوجان شغال، عارف انت اول ما هتجيبه هيقعد على الدكه. والله انا لعيبه السيتي انا بجد يعني ما استثمرش فيها بربع جنيه. ستونز قعد دكه، جريليش قعد دكه، دي بروين قعد دكه، وكل ده شيء طبيعي. يعني انا يعني الناس اللي هي بتصيح دي الحاجه الوحيده اللي مش مستاهله صياح بصراحه، لان دي حاجات منطقيه وحاجات طبيعيه. وانا لو المدرب كنت عملت كده وكنت هريح كمان هالاند. فاللي هو احمده ربنا ان هالاند لعب وجاب جون وزي الفل. وإيدرسون اول مره يطلع كلين في حياته. فرقه ايفرتون فرقه ملط، وان شاء الله يا رب يا رب. انا والله من امنياتي ان الفرقه دي تهبط، لان دي من اكتر الفرق اللي بكرهها في الدوري كله. فاتمنى اتمنى اتمنى ان هم يهبطوا درجه تانية، مع اني حاسس ان هم مش هيهبطوا. جندوجان شغال. جندوجان انتوا اول ما هتجيبوه والله صدقوني انا عمال اعيدها لكم وازيدها لكم، هيقعد دكه. وانا حاسس اصلا ان هو هيقعد دكه قريب، لانه ما ريحش خالص، يعني بقاله فتره بقى شغال اساسي اساسي اساسي، من اللعيبه القليله اللي ما ريحتش بقالها فتره. ندخل بقى على العبث، على العبث بتاع ايفان توني. ايفان توني لحد المؤتمرات، لحد اليوم اللي قبل الماتش زي الفل وسليم وقشطه وزي العسل. فجأة يوم الماتش سبحان الله، سبحان الله نلاقيه مش موجود في القائمة أساسي، لا أساسا ولا أساسي ولا احتياطي. يقولوا طب هو إيه ده حصل له إيه ده مات ولا حصل له إيه؟ لا أصل هو جاله إصابة هامسترنج. يا سبحان الله، سبحان الله بيغيب قبل الماتش بشوية. سبحان الله جات له هامسترنج وهو نايم، يعني عارف كان نايم على السرير جاله هامسترنج. فهو يا إما حاجة من اتنين، يا اما المدرب بيستهبل، واعتقد ان المدرب ده مش بيستهبل، المدرب ده بيبقى سالك بنسبه كبيره، دايما بيقول الكلام واضح. يا اما الحاجه التانية ان هو مراهن ان هو مش هيلعب الماتش، وبالفعل كسب الرهان اهو. الواد ده لو كان فكم والله العظيم من الرهانات ده، والله العظيم كان هيبقى منافس قوي لهالاند وكين، وكان هيبقى ايه لازق في الاتنين، وممكن كمان يعدي كين كمان. بس العقليه التعبانه، وهنشوف لسه هيتوقف قد ايه في الموسم الجاي. فبجد يعني اللي يعتمد على توني، بجد اللي يعتمد على توني يبيع هدومه. هو كلاعب لاعب ممتاز جدا، بس هو لاعب لا يعتمد عليه، لاعب لا يعتمد عليه. انت بتبقى قاعد متمني ان هو داخل الماتش مراهن ان هو هيتألق. غير كده هو عادي ممكن يوديك في داهية، ممكن ما يلعبش، ممكن يضيع ضربة جزاء، ممكن يتطرد او ياخد كارت اصفر، هو كده توني. وفي الناحية التانية جابوا الجونين امبويمو وويسا، وطلعوا كلين شيت، اللي معاهم رايا اتظبطوا على الاخر، ومي نفس الكلام. فيا بخت اللي معاهم دفاع من برينتفورد. فرقه ويست هام فرقه مالط، وانا كنت حاسس والله ان برينتفورد ممكن تطلع كلين في الماتش ده. ندخل على العبث، اكبر ماتش عبثي في الاسبوع كله، واكتر شوط اول ممل شفته من سنين. الشوط الاول ما فيهوش كوره بربع جنيه. برايتون زي اللي بيشحتوا كوره، ارسنال بيشحتوا كوره اكتر منهم في الشوط الاول. ماتش عباره عن ماتش مصارعه دبليو حتى ماتشات الدبليو بيبقى فيها عنف اكتر من كده يا جدع. يعني قصدي يعني الماتشات قصدي بتاعت الماتش ده فيه عنف اكتر من الدبليو على الدبليو بيبقى تمثيل وسيناريوهات. ده بقى ضرب وحكم مش موجود في الدنيا، ده بيضرب ده وده بيضرب ده، والناس اللي معاها ستومينان انتوا محظوظين قوي. اقسم بالله ستومينان كان ممكن يتطرد، وحق ربنا هو كان المفروض يتطرد في الشوط الاول. عمل كذا فاول وكذا فاول بعد الكارت الاصفر، والحكم قعد يعدي 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 ومش هنا. ارسنال كانت وحشه جدا، ارسنال يعني زفت، حاجه تقرف حرفيا. من اسوأ الماتشات اللي شفتها الارسنال من كذا سنه كمان، ده السنين اللي فاتت حتى هم بيخسروا ما كانوش بالسوء ده.
الشوط التاني برايتون بدأت انها تشتغل. ارسنال، مدافعين ارسنال عملوا احلى وجايب. ارسنال كل الاجوان اسيستات من، يعني اجوان برايتون كلها اسيستات من مدافعين ارسنال اللي هم اتفضلوا. اتفضل يا باشا. ستوبيدان يعمل عرضيه، يروح المدافع يروح مرجعها له تاني، يروح عامل عرضيه، انسيزو يجيب جون. انسيزو اتصاب وممكن ما يلعبش الماتش التاني. سوبينان بدأ الحفلة بتاعته اسيست مع الكلين شيت. ندخل في الجون التاني، انت بقى مستني كابتن ماكدونالدز وكابتن ميتو حنكشة، لا يروح جروس عامل اسيست الاونداف اللي لسه داخل. تروح انت بقى مستني ان الدنيا تتفتح ويجيبوا جوان ميتو حنكشة وماك دونالدز. يروح برضه الجون التالت كابتن ستوبينان، جون اسيست اونداف اللي هو برضو اونداف اللي هو لسه داخل، جايب شوال نقط. وكابتن ميتو حنكشه وكابتن ماكدونالدز الاتنين ضيوف شرف. الاتنين شغلانتهم ان هم بييجوا يحتفلوا مع اللعيبه اللي بيجيبوا جوان. ميتو حنكشه اكتر لاعب لمس كوره في الماتش كله تقريبا، اكتر لاعب رقص، اكتر لاعب عمل اداء جميل ومهاري وزي الفل. بس يا فرحتي، يا فرحتي، لاعب حنكوشه، حنكش ده، هو ده حنكش الحقيقه مش فينيسيوس جونيور. حنكش يقعد يرقص بقى، عارف يرقص 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 على ما فيش. بص اونداف داخل على طول جون واسيست، جون واسيست على طول بقى، مش لسه هيقعد يتكلم كتير. وكابتن ماكدونالدز ده كان واقف في خط الوسط، معرفش مع انه مكانه المفروض كان قريب. يعني ده جروس بيلعب ورا ماك اليستر وكان بيلعب كمان كان باك يمين، فجأة لقيته بيصنع جون وكابتن ماكدونالدز مش بيشرب حتى عصير ليمون بالنعناع. فحاجه صعبه جدا. كلين ارسنال اتشخرم، كلين برايتون جه كامل هوا يعني حرفيا والله العظيم. انا مش عارف ازاي جه كلين كده. انا لعبت بستيل، انا معايا ستيل ولعبت بيه اللي هو ايه عشان عنده دبل وخلاص. كان انا عارف ومتاكد ان هو مستحيل يطلع كلين شيت. انا مش عارف ازاي طلعوا كلين شيت. بس ارسنال فعلا وحشين جدا جدا جدا. وفي فتره جايه بجد، مع رغم انه يعني الفتره الجايه ايه هم اسبوعين، بس رغم ان الماتشين سهلين بجد لا استثمر في لعيبه ارسنال تماما. يعني مارتينيلي اتصاب وشكل اصابته جامده، يعني كان حاطط حاجه على رجليه. ساكا تحس ان هو بقى بيلعب لعب اللي هو واحد مبطل كوره حرفيا، يعني مش عارف يلعب كوره اساسا بقى له شهر واكتر. خيسوس ده من ساعه ما جه هو اللي مخلي الفرقه كلها تقرف وهو نفسه يقرف، فحاجه تقرف. حرفيا ما بقتش لاقي لعيب انصحك بيه، هو اوديجارد الوحيد اللي كويس فيهم والله العظيم. غير كده فرقه في الضياع والله. حرفيا انا ممكن افكر ان أنا اجيب لعيبه من نوتنجهام فورست بتلعب وهم بيلعبوا ارسنال. والله اعتقد نوتنجهام فورست ممكن يعملوا حاجه. بس كده. انتوا فاضل لي 9 لعيبه هيلعبوا، 3 منهم هيلعبوا النهارده، 3 ليفربول. فاضل لي 6 في الدبل، لعيبه الدبل. ومنهم ايزاك الكابتن. قولوا لي جبتوا كام نقطه في الجوله دي يا شباب؟ وكفايه صياح قوي لحد كده. وان شاء الله حلقه النصايح بقى تنزل يوم الاربع او الخميس، او ممكن كمان اعمل حلقتين عشان لو في ناس ما عملتش وايلد كارد لسبب لا يعلمه الا الله. فانا ان شاء الله برضه هظبطكم او فري هيت او كده. فاظبطوا لي لايكات، السبسكرايب، الشير لاصحابكم، واشوفكم على خير.